أنا مش عارف إيه اللي حصل لابني بالضبط، كان قبل كده بيرجع من المدرسة يحكي مبسوط، متحمس إنه ينزل تاني يوم. بقى له في الفترة الأخيرة كل شوية ييجي يقول لي: بابا أنا مش عاوز أنزل المدرسة بكرة، بابا أنا بطني وجعاني، بابا أنا ما عنديش حاجة مهمة تستاهل إن أنا أنزل النهاردة أخليها يوم تاني. غياباته كترت، بقى حاجته تضيع، نومه بقى مضطرب، بقى يشتكي من أعراض كتير، صداع، غثيان، ما بقتش عارف فيه إيه. بقيت أسأله: هو فيك حاجة؟ في حد بيضايقك في المدرسة؟ يقول لي لأ. يوم يرجع يلاقي هدومه مقطعه، يوم تاني الاقيه مضروب، اقول له انشف خليك راجل. ببقى خايف عليه، خايف الدنيا تطحنه جوه المدرسه، وبقى شايف ان المدرسه دي هي المسرح اللي هيتعلم فيه كل فنون الحياه لما يطلع للحياه الكبيره. فلو هو فشل في ده هيعمل ايه بعد كده؟ ولكن بعد شويه وقت اكتشفت انه ابني مش محتاج اكتر من اني اسمعه وافهمه واقبله واعرف حصل ايه. ابني بيتعرض للتنمر. تابعوا الفيديو الجاي عشان تعرفوا ابني قال ايه.